زي ما انتم شايفين ورانا الشاطئ بالشكل اللي قدامكم دوت. احنا هنا بنتكلم عن الشاطئ منحوت في قلب الجبل، ويمكن ده سر الجمال بتاعه، اللون الازرق وهو متداخل مع اللون الاصفر وبعض الاماكن الغامقه اللي داخل الجبل. مرسى مطروح فيها شواطئ كتير بيجمع بينهم كلهم الجمال والروعة والمية الفيروزية، علشان كده استنوا حلقة منفصلة عن الشواطئ واللي هنزور فيها شواطئ جديدة لأول مرة هتشوفوها. زي ما انتم شايفين المكان الحمد لله فاضي، بتيجي هنا تتصور براحتك. الصخرة الضخمة اللي ورايا ديت الشاطئ للاسف طبعا مفيش فيه اي خدمات خالص وبعيد عن المدينه، وفي الباركنج اللي ورايا دوت لو انت معاك العربيه بتاعتك وعايز تركنها، ودي مجموعه الشماسي اللي موجوده هنا في المكان. وزي دايما ما بقول لكم حاولوا تيجوا هنا في وقت يكون الدنيا فيه رايقه، يعني بنتكلم عن شهر 5 اوائل 6 وممكن شهر 9. علشان الواحد مدرك يعني ايه اهميه السياحه، بكون سعيد جدا والله لما ببقى موجود في المدن الساحليه اللي زي مرسى مطروح، وببدا اشوف الانشطه المائيه المختلفه زي الباراشوت اللي جنبنا دوت والجيت سكي والقوارب السريعه. الكلام ده كله بينشط الدنيا، بيفتح باب ارزاق للناس، وكمان بيدي بهجه وسرور، بيخلي تجربه المصيف سواء للمصريين اللي موجودين هنا او اخواتنا العرب او الاجانب اللي جايين هنا سياحه، خليها تجربه مختلفه جدا. زي ما انتم شايفين اللودرات اللي موجوده هنا لسه بتساوي الرمل بتاع الشواطئ، وده طبعا لان الصيف في مصر بيبدا بشكل رسمي في شهر 7. احنا حاليا لسه في شهر 6، فبيتم الاعداد والتجهيز للمصيف. المصيف طبعا بيبدا بشكل فعلي في اول شهر 7، اما حاليا فبيكون في مصيفين قليلين، يمكن هم السنه دي في شهر 6 اكتر شويه بسبب طبعا ان حصل تراكم بسبب التطويرات الاخيره، لكن طبعا حاليا بيتم الاستعداد بحيث ان في 1/7 بتكون الشواطئ جاهزه لاستقبال الناس. كمان هنا قدام الشواطئ اصبح في الاكشاك اللي ورا ديت، اللي اعتقد ان هي هتكون جزء منها مطاعم وجزء سوبر ماركت وجزء منها خدمات سياحيه لها علاقه بالمصيف، واعتقد برضو ان هي كمان هيتم تشغيلها على اخر الشهر اللي احنا فيه حاليا. جزء من الاجانب اللي بدات اشوفهم هنا بيزوروا مرسى مطروح الفتره الاخيره على غير العاده، طبعا الكلام ده ما كانش بيحصل زمان. جزء منهم بشكل واضح هو الصينيين، ما اعرفش هل مثلا في شركات صينيه بدات ان هي تجيب افواج هنا ولا لا، بس لو مشيتوا في الشوارع هتشوفوا جزء كبير من الصينيين اصبح موجود في مرسى مطروح. بشكل عام احنا موجودين في شارع اسكندريه، شارع اسكندريه والشوارع المحيطه ليه بتعتبر طبعا مكان تجاري حيوي جدا. اي حاجه انت بتحتاجها هتلاقيها هنا، حتى الحاجات اللي بتاخدها معاك لنفسك او لغيرك كهدايا، يعني بهارات وبلح زيت زيتون او الزيتون ذات نفسه هتلاقوها هنا في المكان دوت في شارع اسكندريه. واحد من افضل الاماكن اللي ممكن تجيب منها طلباتك هنا في مرسى مطروح هو فتح الله جمله ماركت اللي جنبنا دوت، وده طبعا علشان هتلاقي عنده كل الحاجات اللي انت تحتاجها من مواد غذائيه، حتى لو معدات او اي حاجه طبعا محتاج انك تستخدمها، حاجه لها علاقه بالطبخ، حاجه طبعا ادوات ان انت محتاجها في الحياه بشكل عام، كل حاجه تحتاجها هتلاقيها عندهم يعني. طالما بنتكلم عن مطروح يبقى اكيد طبعا اللب من محمصه النصر المشهوره اللي جنبنا ديت، وطبعا منتجات سيوه او منتجات مطروح يعني من زيتون وزيت زيتون واي اعشاب او بهارات موجوده هنا في المكان. الاهم ان هم عندهم نوع بلح معين جدا بالطحينه هنا، حاولوا تجربوه علشان طعمه حلو جدا. احنا موجودين في فندق صف اول على البحر، في مجموعه من الشقق الفندقيه، واللي الشقه ديت بتعتبر واحده منهم واللي تتمتع باطلاله رائعه زي ما انتم شايفين كده. الشقه طبعا فيها 3 غرف كلهم مكيفين وريسبشن كبير، والتراس الضخم اللي احنا موجودين فيه دوت اللي تقدر تقعد وتستمتع بيه وتشوي وتعمل كل حاجه فيه زي ما هتشوفوا معانا في الحلقه النهارده. فين احنا بنتكلم عن افضل اطلاله ودوت لان الشقه هنا او مكان العماره او الفندق اللي احنا موجودين فيه قريبه جدا للبحر، بيننا وما بين البحر هم ال 20 متر بس بتوع الطريق، بعدها طبعا بيكون قدامك البحر، تقدر انك تنزل وتستمتع بكل حاجه،
وتطلع في دقائق من غير ما تحتاج انك تروح اي مكان بعيد. الفندق زي ما انتم شايفين فيه البراندا الرائعه ديت اللي المسافه ما بينها وما بين البحر بس 20 متر، لان طبعا ما فيش اي اراضي او اي مسافات قدامنا. بتقعد هنا زي ما انتم شايفين كده بتستمتع بالفيو اللي قدامك دوت، وفي اغلب الاوقات ما بتحتاجش انك تنزل تحت تعمل اي حاجه. انت طبعا لو محتاج انك تفطر او تتغدى او تتعشى او حتى تشوي طبعا الاكل بتاعك، بتقعد هنا في المكان وبتستمتع بالفيو اللي قدامك دوت. لو طبعا معاك لابتوب عايز تشتغل، عايز تقعد بالموبايل بتاعك شويه، مفيش احلى من الفيو اللي جنبك دوت. القعده في المكان دوت بالمصيف كله واللي فيه، لانك مش محتاج كل شويه تنزل تحت وتأجر شمسيه الا بس لو انت هتنزل تعوم. اما بخصوص السعر فهو مش قليل، احنا بنتكلم عن ايجار الشقه ديت ب 3000 جنيه، لكن طبعا احنا بنتكلم عن شقه مكيفه بالكامل، المستوى بتاعها نضيف جدا بالنسبه لمرسى مطروح. هنا كمان القرب من الخدمات ووجودها طبعا قدام الكورنيش، بتقدر انك تنزل البحر وتطلع من غير ما تحتاج انك تروح مسافات ابعد او انك تمشي شوارع طويله. الفندق كمان موجود في منطقه العوام، وبالتالي طبعا بنتكلم عن كل الخدمات اللي انت هتحتاجها هتلاقيها، كل المطاعم المشهوره، سوبر ماركت، اي خدمات هتحتاجها، خطوات صغيره هتنزل على رجلك هتقدر ان انت توصل لها. كمان طبعا في جراج تحت هنا لو انت معاك عربيه تقدر ان انت تركنها فيه، وانت واقف هنا بتقدر تستمتع بكل حاجه على البحر، هتحس انك في قلب البحر حرفيا. يمكن اوقات كتير جدا مش هتحتاج انك تنزل تحت، لان انت طبعا هنا قاعد في خصوصيه مهمه جدا. لو معاك اي حد قاعد عاوز تاكل، تفطر، تتغدى، تشوي، تتعشى، اللي انت محتاجه كله هتقدر انك تعمله وانت قاعد هنا في البراندا. قدامك كل مرسى مطروح وكل الشاطئ قدامك بتستمتع بيه. الفندق كمان فيه اطلاله خلفيه في البلكونات اللي موجوده في الغرف، لكن طبعا بتبص على المدينه من ورا او على الشوارع اللي ورا الفندق، واللي فيها المطاعم والمحلات اللي لو انت احتجت منها اي حاجه هتبدا تنزل وبمنتهى السهوله خطوات تكون وصلت ليها. زي ما انتم شايفين اللي ورانا دوت الفندق اللي احنا نازلين فيه حاليا، مجرد بس ما بتعدي الطريق خطوات بتبقى موجود هنا قدام الشاطئ، بحيث انك بتبدا وتنزل تعوم براحتك وتقضي كام ساعه اللي انت محتاج تقضيهم، ومجرد بس تعدي الطريق تطلع فوق تاخد الشاور بتاعك وتقعد تستمتع طبعا من غير ما تحتاج انك تمشي مسافات طويله. خلونا نشوف الشقه زي ما انتم شايفين مكونه من 3 غرف، منهم الغرفه اللي احنا موجودين فيها ديت. زي ما انتم شايفين معانا 3 غرف، كل غرفه منهم فيها سريرين ومكيفه. ده اللي يعتبر الحمام الرئيسي اللي موجود هنا، وفي الشاور اللي قدامكم دوت. هنا كمان بنلاقي المطبخ ده يمكن هو مش امريكان، لكن طبعا بيقضي الغرض. نيجي هنا بقى للريسبشن، واللي المفترض ان فيه الانتريه اللي ورايا دوت والسفره كمان. زي ما كل بدايه وليها نهايه، خلاص رحلتنا خلصت في مرسى مطروح. استنونا ان شاء الله في حلقات تانية قويه جدا كالعاده من اماكن تانية باذن الله. ما تنسوش طبعا تعملوا لايك وتشتركوا في القناه، لان الحاجات دي بتفرق كتير جدا في وصول الفيديوهات ليكم ولغيركم. الرحله كالعاده كانت مميزه وممتعه جدا، لان مطروح فعلا مختلفه عن اي منطقه ساحليه تانية. احنا حاليا موجودين قدام راس الحكمه، المكان حاليا فاضي، بس سنين قليله المكان ده هيكون ازحم مكان يعتبر من الاماكن الساحليه اللي موجوده في مصر. نادرا على الطريق ما بتلاقي مطاعم كويسه. احنا موجودين النهارده في سيدي عبد الرحمن، موجود مطعم من المطاعم اللي في الشارع التجاري اللي هنا، هو مطعم نور الاسلام. جربناه، الاكل عنده كويس جدا والاسعار كويسه، يمكن احسن كمان من اسعار القاهره.